قدمت الحركة الإسلامية حركة النهضة وجها نسائيا مشرفا، أيضا أشرف على لجنة مهمة هي لجنة الحقوق والحريات، أعني السيدة سعاد عبد الرحيم، وهي سيدة غير متحجبة. أردنا ونريد من ذلك من تقديم سيدات غير متحجبات في قائماتنا لنؤكد بأن كل تونسية متحجبة وغير متحجبة لها مكانة في النهضة، لنؤكد أن النهضة لم تفرض ولن تفرض الحجاب ولن تفرض أي نمط على المجتمع التونسي، لأننا نثق في المجتمع التونسي والذي يختار نمطه. نثق في المرأة التونسية هي التي ستختار نمط حياتها ولباسها وتتخذ القرارات الضرورية في شأنها. فالتحية لكل التونسيات في الحقيقة على اختلاف أنماط حياتهن.